شاء الله هنتكلم عن سيدنا صالح. انت لو قلت لكم الناقه هتفتكروا على طول القصه، لكن ايه قصه سيدنا صالح وايه اللي وصلهم لموضوع الناقه ومين اللي اقترح موضوع الناقه؟ هل هم ولا هو ده اللي انا قلت النبي؟ لك عليه. تعالى سيدنا ما اقول. صالح اسمه تعالى. صالح بن عبيد بن إيساف. بينتهي الى قبيله اسمها قبيله ثمود ابن عاد. تفتكروا ان احنا قلنا المره اللي فاتت قوم عاد اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم سيدنا هود؟ امال معاك. تمام. طب انا شغاله دول مستغربه بقى واشوف. دول بقى من ذريه سيدنا هود، اللي هم ثمود ابن عاد. ثمود ابن عاد ده جه منهم سيدنا صالح عليه السلام. عشان نبقى ماشيين ايه بالترتيب كده، احنا قلنا اول نبي ادم، بعده شيء، بعده ادريس، بعده نوح، بعده هود، بعده صالح. يبقى احنا واقفين عند النبي رقم 6 دلوقتي. تمام، وماشيين كده ان شاء الله بترتيب الانبياء مظبوط. قوم ثمود قوم كانوا من العرب، لأن سيدنا صالح كان عربي وكان بيتكلم اللغة العربية، وده أول نبي عربي بعد سيدنا نوح. تمام. وكان من ولاد سام. سام اللي هو ابن سيدنا نوح. قلنا إن نوح خلف 4: سام ويام ويافث وحام. تمام. آه، في حد بعت على الجروب يقول له المفروض يدخل؟ طب يعني مش عارف، هل ممكن يكون مفيش نت؟ طيب المهم قوم سيدنا ثمود كانوا ان هم كانوا بيفتحوا، كانوا شغلتهم ان هم كانوا طيب سيدنا صالح كان من قوم سيدنا قوم من ذرية سيدنا هود. وكان بينحتوا الجبال، بينحتوا من الجبال بيوت، لأن كان أجسامهم ضخمة جدا وكان عندهم قوة كبيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. من بعد عاد ده الترتيب اللي احنا ماشيين عليه. وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما تنشروش الفساد في الأرض،
وده اللي طلبوا منهم سيدنا صالح. تمام. وقال لهم برضو عن نفس الموضوع ده: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ في جنات وعيون. انتوا عايشين في جنات وعايشين في عيون، وزروع ونخل طلعها هضيم، بتساعد على الهضم وتاكل رطب، سهلة في الهضم، سهلة في الأكل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. عارف لو كان حد يقول لك راكب عربية فارهة، فارهة يعني كل الكماليات الموجودة فيها. كانوا بينحتوا جبال من الجبال بيوت وقصور فارهين. فاتقوا الله وأطيعون، أطيعوني وأطيعوا الله، واعبدوا الله ولا تعبدوا الأصنام. انتوا ربنا سبحانه وتعالى مديكم قوة، فالقوة اللي انتوا مديها لكم بتعملوا بيها أصنام، فالأصنام دي بتعبدوها. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اديكم قوة عشان تقدروا تعملوها. تمام. فطلب منهم ان هم يتركوا هذه العباده ويعبدوا الله سبحانه وتعالى. طيب، نيجي بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم سيدنا صالح، كانوا بيحبوا سيدنا صالح جدا جدا جدا، وكان له مكانه كبيره جدا عندهم. تمام. وبالمناسبه هم سكنوا، احنا اتكلمنا ان قوم سيدنا، لو حد يفكرني بقى يقول لي، قوم سيدنا هود كانوا عايشين في بلد اسمها ايه؟ حد يعرف يقول لي؟ قوم سيدنا هود، البلد اللي كانوا عايشين فيها، اللي لهم صورة باسمهم. دول برضو قوم سيدنا صالح لهم صورة باسمهم، البلد بتاعتهم. بس قوم سيدنا هود كانوا عايشين في بلد اسمها ايه؟ مم. حد من الناس اللي بتحضر معانا على طول كده تكون فاكرة؟ هقولها بس فكروني برضو. كانوا عايشين في منطقة اسمها منطقة الأحقاف. كانت منطقة اسمها منطقة الأحقاف، وفي سورة اسمها سورة الأحقاف. جه بعدهم بعد ما ربنا أهلكهم طبعا بال اللي هي اللي كانت السحابة، اللي كان فيها رياح شديد تدمر كل شيء. تمام. ربنا سبحانه وتعالى خلاهم يسيبوا البلد ويروحوا منطقة تانية. المنطقة اللي هم راحوها اسمها منطقة الحجر. الحجر. وبرضه في سورة باسمهم اسمها سورة الحجر. تمام. ربنا بعت لهم سيدنا صالح، وسيدنا صالح كان طول ال40 سنة اللي قبل البعثة كان محبوب جدا، وكانوا بيحبوه جدا، وله مكانة كبيرة جدا، وزي سيدنا محمد كده بالظبط الصادق الأمين، وكان له مكانة كبيرة. وبعدين بعد ما سيدنا صالح بدأ يدعوهم لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، بدأوا يتقلبوا عليه ويشتموه ويستهزئوا بيه. وبعد كده قال لهم: طب أعمل إيه علشان تؤمنوا بيا؟ انا مش هفضل عايش زي نوح 950 سنه يدعوكم وفي الاخر مش هتؤمنوا. اعمل ايه علشان تؤمنوا؟ عايزين ايه؟ طلباتكم ايه؟ فبداوا ان هم يطلبوا الطلبات بقى اللي على مزاجهم. ارادوا ان يعجزوه، فطلبوا منه حاجه غريبه قوي. قالوا له: احنا عايشين هنا في منطقه جبليه، فاحنا عاوزين ناقه. الناقه اللي هي انثى الجمل، عايزين ناقه. طيب تمام، ماشي، سهله، ربنا خلق الناقه فيجيب ناقه. لا لا، احنا مش عايزينها ناقه عاديه، احنا عاوزينها ناقه تكون ضخمه. طيب سهله، ما ربنا خلق الناقه الصغيره، فطبيعي قادر انه يخلق الناقه الضخمه. لا لا، احنا عايزينها ناقه يكون لونها احمر. ايه ده بقى؟ ان المفروض ان الناقه بيبقى لونها اصفر، احمر ازاي؟ لا احنا عايزينها كده. ماشي. وعايزينها تكون تخرج من الجبل، من ما بين الصخور، تتخلق قدامنا كده في الصخور. طب ليه؟ طب ما هو ربنا هيخلي ناقه تولد الناقه المواصفات اللي انتوا عايزينها. لا، عشان نعجزه.
وعاوزينها ناقة تكون يعني من شدة ضخامتها تجيب لبن يكفي البلد كلها. نعم، في ناقة، في جمل هيحلب لبن يكفي البلد كلها، هو كده. وعاوزينها تكون حامل. طيب، وعاوزينها كمان تكون طيبة مش شريرة، وعاوزينها تتكلم مع الناس، وعاوزينها وعاوزينها وعاوزينها، وقعدوا يطلبوا منه طلبات. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كل ده؟ علشان يبينوا إن ما تقدرش تعمل حاجة. ومع ذلك سيدنا صالح طلب من ربنا ان يجيب لهم كل اللي هم عاوزينه. وهنا هقف معاكم. ربنا طلب من سيدنا محمد، قالوا له ولن نؤمن لرقيك حتى تبعث الينا، حتى ترقى الى السماء، ولن نؤمن برقيك حتى تبعث الينا كتابا او ترسل الينا كتابا نقراه، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قديما، او مش عارف تجيب لنا كذا، او يكون لك بيتا للزخرف، او ايه الطلبات دي؟ ليه؟ عشان يعجزوك. يبقى كان المشركين طلبوا من سيدنا محمد طلبات كتير، لكن سيدنا محمد ما نفذش اي حاجه من اللي هم طلبوه. ليه؟ لان اي رسول بيطلب منه معجزات يقوم جايب المعجزات دي لقومه وما يؤمنوش ربنا. وسيدنا محمد كان فاهم الحته دي كويس قوي، عشان كده طلبوا منه حاجات كتير جدا 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 وما نفذش منها اي حاجه. كان بيحصل له معجزات كتير لكن غير اللي هم عاوزينها. يعني هم قالوا له اطلع للسماء قدامنا كده وهات كتاب وانت جاي نقراه. طب ما هو طلع للسماء في رحله الاسراء والمعراج وجاب لهم الكتاب اللي هو القران الكريم عشان يقرأوه، لكن مش في الوقت اللي هم عاوزينه ولا بالطريقه اللي هم عاوزينها. والحاجه الوحيده اللي هم طلبوها والنبي صلى الله عليه وسلم عملها لهم، وهي ان يشك لهم القمر نصفين. فسيدنا محمد طلب من ربنا انه يشك القمر نصفين، فالقمر اتشق نصين قدامهم وشافوه قد الجبل، ما بين مسافه الجبل كده، كان الجبل ما بينهم. وبعد كده قال لهم شفتوه؟ قالوا له يعني ارجعه تاني؟ خلاص رجعوا. قالوا له ده انت ساحر عظيم. لكن ما كانتش دي المعجزه الاساسيه لسيدنا محمد، وما كانش ده الطلب الاساسي اللي المشركين طلبوه من سيدنا محمد. عشان كده ربنا ما اهلكهمش لما هم قالوا لسيدنا محمد انت كاهن، او انت كاذب، او انت ساحر. تمام؟ فهمتوا الحته دي؟ فعشان كده سيدنا صالح دعا ان الحاجه تجيلهم اللي هم طلبوها، المعجزه اللي هم طلبوها. ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم، قالوا له في يوم كذا ساعه كذا بعد 3 ايام. طيب اي حاجه الصوت بيقطع فيها عرفوني، اعيدها تاني. قال لهم بعد 3 ايام. بعد ال3 ايام دول هتخرج الناقه من الجبل قدامكم بالمواصفات اللي انتوا قلتوا عليها كلها زي ما انتوا عاوزين. تمام. آه طيب تمام. بعد ال3 ايام راحوا لقوا الجبل، الصخور بدأت تتحرك وتتشكل وتتكون قدامهم، عملت شكل ناقة من الصخور. وبعد كده ربنا نفخ فيها الروح، اتحولت لجسد وجلد وشعر وبقت ناقة قدامهم. يا الله، إذا معجزة حصلت قدامهم، عاوزين بقى يكذبوا. الناس اللي شافت المعجزة قالت لا يمكن يكون ده كده، ده حقيقة. طيب الناقة مواصفاتها ايه؟ زي ما طلبوا، لونها احمر، ضخمة، بتتكلم، طيبة جدا،
بتشرب المية اللي موجودة في البير كله في يوم، وبقية البلد كلها تشرب في اليوم التاني. اليوم اللي هي شربت فيه، طبعا أهل البلد كده ما شربوش مية، هو بيخزنوا في اليوم اللي قبله. يعني مثلا أديكم مثال، الناقة بتكتب والبلد بيشربها سبت وخميس. طب سبت واثنين واربع ما يشربوش ميه؟ لا، خدوا حد وثلاث وخميس وخزنوا عندكم. طب ايه برضه اللي استفدناه من الناقه في الوقت ده؟ يوم الحد السبت والاثنين والاربع اللي الناقه بتشرب فيهم بتجيب لبن يكفي البلد كلها. كل واحد يجيب حله كبيره ويروح يملى لبن زي ما هو عاوز. ياسر سي، تبقى أقطع تجربة ياسر ولا عندك كله؟ ما حدش يتكلم إلا أنت. ممكن يكون المشكلة عندك أنت مش عندك. الصوت عند كله بايظ يا جماعة. معلش، هو ممكن يكون النهارده في مشكلة في النت. مش فاهم يعني دي حاجة سهلة، تقول لك تكون تمام. تكون الأسبوع، الأسبوع خصوصية. تمام. ويوم السبت الاثنين الأربع، سبت اثنين أربع يعني 3 أيام. 3 أيام الناقة بتشرب المية في المياه اللي موجودة في البيت. أنا بتقول 3 أيام الناقة بتشرب المية اللي موجودة في البيت كلها. ال3 أيام التانيين أهل البلد. طب ال3 أيام ال3 أيام هل كل شيء كبير ولا في حد ثاني؟ دلوقتي ده يركن يركن دلوقتي تهم فكرة 3 أيام هم هيضربوا، و3 أيام أهل الحدود اللي الناقة بتشرب فيه بتجيب لبن يكفي البلد كلها. لكن بعدين ينهى شرب ولكن شرب يوم معلوم. معلوم ولن يتمسكون بالسوء من خلق غير حي ينهى حتى تكثر يدري الخطاء وإنه ذلك جدا إلى الحياة سبحانه وتعالى. بدأت الناقة تتقرب لله وكانت تحب الناقة جدا. تمام؟ فلما الناس بدأوا يحبوها، الناس بدأوا يحبوها، بدأوا يؤمنوا بسيدنا ناقة. وده كان يزعل مين؟ يزعل الكفار اللي يؤمنوا الأصنام ويعلموا الأصنام. الناس دي خافت على المكانة وعلى المنصب بتاعها. زي ما كفار مكة قالوا لو احنا هنتساوى بالعبيد، لا طبعا احنا مش مؤمن بمحمد عشان ما نتساواش بالعبيد. ودلوقتي هم بدأوا يتساووا على مسؤوليتهم. انت صالح لو تكون دينه هنتساوى كلنا في بعض، العبيد مع السادة. وعشان كده كانوا خايفين من الدين ده. فتطوع واحد اسمه مضارب اسمه مضارب الثاني. معنى الاسم يعني هناك طريقة قبل اسمه مضارب الثاني. تمام. الراجل ده هو اللي جاب السكينة
وطلع مع قومه، مع قوم مش لوحده، طلع معاهم فنادوا صاحبهم فتعاطى، خد السكينة فعقر فذبح الناقة هي وابنها. تمام؟ عشان كده في ضارب لسانك قال إذ بعد أصحاب أشقى يقول خلق ربنا على وجه أسوأ إنسان ربنا خلقه على وجه هو في ضارب لسانك. تمام؟ إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه ما تقربوش للنار ولا تأذوها في الشرب بتاعها. تمام؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى مسك السكين تعاطى ذبح ذبح الناقة فماتت الناقة بعد أن صرخت 3 صرخات. لما صرخت ال3 صرخات جه سيدنا صالح والمؤمنين اللي كانوا معاه قال لهم هي صرخت كم صرخة؟ قالوا له 3 صرخات. قال لهم هينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام. ففضلوا قاعدين مستنيين العذاب ينزل بعد 3 أيام. وفي اليوم الثالث طبعا سيدنا صالح خد المؤمنين اللي معاه وطلع بره البلد. فمع الوقت بدأ ينزل العذاب. ايه العذاب اللي نزل عليهم؟ صيحة شديدة دمرت كل حاجة. انتوا عارفين الصيحة اللي هي صوت عالي، عارفين انت في حاجة اسمها قنبلة الصوت. القنبلة بتاعت الصوت دي لما بتنفجر بتحرك العربيات من مكانها. اي ازاز بيتحرك من مكانه. ممكن يعني تطير اي حد من مكانه رغم ان هي ما طلعتش نار. دي بقى كانت صيحه جايه من السماء نزلت على الناس دي دمرت كل حاجه في البلد. وكان عذاب شديد لدرجه ان الصيحه دي فضلت شغاله لحد ما كانش في واحد فيهم قادر يقف على رجله، وكانوا بيزحفوا على ايديهم ورجليهم زي الطفل وهو بيحكي من شدة الرعب والفزع لحد ما مات اهل القرية كلهم. وربنا نجى سيدنا صالح واللي كانوا معاه. ودي كانت قصة سيدنا صالح وناقة سيدنا صالح. أتمنى تكونوا استفدتم ويكون الميعاد ده مناسب. لو في أي تعديل في الميعاد عرفوني يا ريت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.